أهلا أصدقائي، معكم صيدلانية جنان. اليوم إحنا مكملين الرياضة والأنسولين، وراح نكمل موضوع الأكل الصحي اللي هو يبني العضلات والعظام ويحافظ ويعطينا المعادن والفيتامينات عن طريق الأكل. شرحنا البروتينات والكربوهيدرات والدهون والألياف. اليوم راح نحكي إيش قد نسبة إحنا نقدر ناخذ باليوم بحيث يكون صحي ويبني جسمنا وبدون أن يسبب أمراض قلب وسمنة وارتفاع السكر. أول شيء راح نقول البروتينات، 1 غرام من البروتينات والدهون إيش قد تعادل سعرات حرارية. 1 غرام من البروتينات ينطينا 4 سعرات حرارية، 1 غرام من الكربوهيدرات يعطينا 4 سعرات حرارية، 1 غرام من الدهون ينطينا 9 سعرات حرارية. إذا الدهون بسعرات حرارية عالية. زين، إحنا الوجبة مالتنا إيش قد بيها دهن، إيش قد بيها بروتين، إيش قد بيها كربوهيدرات. بالنسبة للوجبة المتوازنة والصحية واللي تعطي كل الطاقة والفيتامينات هي من 45 إلى 60% كربوهيدرات، من 15 إلى 20% من 15 إلى 20% بروتينات، ومن 20 إلى 35% دهون. زين، تعطينا طاقة. هذا الأكل المتوازن يعطيك المعادن والفيتامينات ويحمي العضلات ويمنع الأمراض ويمنع ارتفاع السكر. هسه نجي شلون راح نحوله إلى تطبيق عملي حتى نفهم ايش قد احنا نحتاج. نتخيل شخص يحتاج ل 100 سعرة حرارية باليوم، حسب النسب المئوية اللي ذكرناها، يعني يحتاج 500 غرام 600 غرام 600 سعرة حرارية من الكربوهيدرات، يحتاج 200 سعرة حرارية من البروتينات، ويحتاج 200 سعرة حرارية من الدهون. اوكي، فانت عندك الكمية الدهون، يعني انت بس اريد اعطيك فكرة يعني ايش قد الدهون. اذا انت تاخذ كل غرام ينطي 9 سعرات حرارية، يعني كل 10 غرامات ينطيك، كل 10 غرامات دهون ينطيك 90 سعرة حرارية. احنا ايش قلنا بهذا الشخص ياخذ 1000 كيلو كالوري، 1000 سعرة حرارية، قلنا ياخذ 200 سعرة حرارية. اذا 10 غرامات تساوي 90، و10 غرامات اللي 90 يعني 20، يعني 20 غرام او 25 غرام من الدهون تعادل 200 سعرة حرارية. يعني ويعني معون زلاطة هالكبرى تاكله يعادل هذه الدهون. فلذلك الدهون هي حجمها قليل ولكن بها طاقة هواية، فلازم يكون أكلك متوازن. كل اللي بدنا نشرحه هو الرياضة والأنسولين، بس ثقافة لي قدام حتى نقدر نخش شلون نحافظ على مستوى السكر لما نلعب رياضة، بحيث ما يصير عندنا هبوط بالسكر. بالنسبة للأشخاص اللي يأخذون الأنسولين أو يأخذون حبوب تسبب هبوط السكر، مثل إيش؟ الأماريل، الدايموكرون، الداوني، الدايابيتا، الجلوكونال، كل هذه تؤدي إلى ارتفاع الأنسولين بالجسم، وبالتالي يحرق كل السكريات ويؤدي إلى هبوط السكر. هبوط السكر حالة خطرة، خصوصا إذا شخص لعب رياضة ونام، وهبط السكر ممكن يؤدي إلى فقدان الوعي ويؤدي إلى وفاة. فلهذا موضوع مهم، ونكمل الشرح بالحلقة الجاية. الرياضة والأنسولين، صيدلانية جنان ومنطقة السكري.